بسم الله الرحمن الرحيم. في إطار الجهود المبذولة لمحاكمة مرتكبي الانتهاكات بحق الشعب السوري، وانطلاقا من تطبيق العدالة الانتقالية، قامت وزارة الداخلية بتقديم عدد من هؤلاء المتهمين إلى مكتب النائب العام، وكان آخرهم وسيم الأسد ابن بديع وسميرة. وبعد الاطلاع على ملفه تبين أنه قام بتشكيل عدة مجموعات رديفة للفرقة الرابعة ضمن جيش النظام البائد، وبتمويل كامل منه من سلاح وذخيرة ومال، حيث قامت هذه المجموعات بارتكاب جرائم قتل وغيرها بحق الشعب السوري. وكذلك تبين لنا أنه متورط بتجارة المخدرات من خلال علاقاته الواسعة مع كبار تجار المخدرات في سوريا، إضافة إلى استغلال اسمه كونه من عائلة الأسد الفار، حيث قام بالتدخل بدوائر الدولة لمساعدة عدد من السوريين مقابل منافع مادية. لذلك قمنا بإحالته إلى قاضي التحقيق المختص بعد تحريك دعوى الحق العام عليه بجرائم القتل عمدا وتمهيدا لجناية وتسهيلا لها، والقتل قصدا، والتحريض والاشتراك والتدخل بالقتل، والاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي وإثارة النعرات المذهبية والعنصرية والحض على النزاع بين الطوائف وصرف النفوذ مقابل منفعة مادية وتجارة المخدرات. وفي هذا السياق ندعو جميع المتضررين وأسرهم من هذا المتهم وسيم الأسد إلى تقديم ما لديهم من أدلة وبينات لضمها إلى ملف التحقيق. وإننا في النيابة العامة نؤكد التزامنا بتحقيق العدالة، وسنبذل كل الجهود لملاحقة المتورطين لانتهاكات بحق الشعب السوري لضمان حقوق الضحايا وأسرهم.